البيئة اللي طلعت، ما هي خديجة دي اللي جابت فاطمة، وفاطمة دي اللي جابت الحسن واللي جابت الحسين. إذن هناك حالة عداء غير معلنة لآل البيت، النبي بكى عليها. هل حد يصدق إن الإمام علي تنتهي حياته بالقتل، والسيدة فاطمة تموت مكمودة حسيرة حزينة بمنأى بقى إذا كان عمر زق الباب ولا ما زقش الباب، كسر لها ضلع أو ما، لكن على الأقل إحنا متيقنين برواية عمر في البخاري إنها ماتت غاضبة على أبي بكر وعمر. طيب السيدة فاطمة التي يغضب الله لغضبها ويرضى لرضاها، وغضبها غضب رسول الله، مش كده؟ دي المعلومات، إن الله يرضى لرضاك ويغضب لغضبك، مش ده كده النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللي قال عن السيدة فاطمة هذا الكلام؟ طيب السيدة فاطمة ماتت غاضبة على أبي بكر وعمر، فلو جيت لقيت شيعي غضبان على أبو بكر وعمر، يا سيدي احسبه على فاطمة، يعني هو هي فاطمة غضبان، فهو لو غضب الشيعي، انت إذا سبيت الشيعي على أنهم غضبانين على أبو بكر وعمر، يبقى روح سب فاطمة كمان، لأن ما هي نفس الطريقة. فالسيدة فاطمة قالت لعلي لا يصلوا علي ولا يعرفوا قبري ولا يحضروا جنازتي، ولحد النهاردة ما فيش حد يعرف أين بالضبط واليقين قبر السيدة فاطمة من المسجد النبوي أو البقيع، ما حد يعرف. ليه؟ اوعوا تفكروا السيدة فاطمة دي، هو حد يفهم السيدة فاطمة دي سيدة نساء العالمين أونطة؟ لا. ولا السيدة مريم أونطة؟ لا. عندها ذكاء أيضا، يعني عندها عقل حاضر. السيدة فاطمة لو عرف قبرها كان ممكن أبو بكر وعمر يروحوا والسنة يروحوا يسلموا زي ما بيسلموا على السيدة عائشة وما إلى ذلك. إنما السيدة فاطمة حبت تحط علامة استفهام. أنتوا عارفين الأمريكان يقولوا إيه؟ big question mark. الأمريكان يقولوا كده big question mark، علامة استفهام كبيرة، عشان تقول يا أمة روحوا شوفوا اللي حصل هناك عبر التاريخ. كل ما تقعدوا قاعدة، يعني من 100 سنة لازم يدرسوا، من 200 سنة يدرسوا، من 300 سنة يدرسوا، بعد 400 سنة يدرسوا، بعد 500 سنة يدرسوا معنى واحد: لماذا فاطمة غضبت على أبي بكر وعمر هذا الغضب الشديد؟ واحد يقول لك عشان أرض فدك. لا، السيدة فاطمة تعلم كما روى البخاري إنها تموت. هل هتزعل على حتة أرض؟ لا، زعلت على الخيانة، الخيانة من الأمة لرسولها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي كما روي عندنا أهل السنة: يا علي أمتي تخونك من بعدي، أمتي تخونك من بعدي. آدي الخيانة، آدي الخيانة. فالسيدة فاطمة تموت مكمودة بعد 6 أشهر من رسول الله، وعلي يموت قتيلا، والحسن يموت مسموما، والحسين يموت مقطعا. يا جماعة الخير، هل دي أمة عرفت أهل بيت رسول الله أو عرفت محمدا وعرفت الله ورسوله والإيمان والإخلاص؟ ما عرفت بحال من الأحوال. لأن النبي لما يحط الكساء ويقول اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب اللهم عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، فتكون النهاية بتاعتهم الخمسة اللي هو فاطمة وعلي والحسن والحسين. النبي مات الأول، أدي فاطمة وعلي والحسن والحسين، تنتهي النهاية المأساوية دي. وبعدين الأمة السلفية المتعجرفة اليوم تنهى عن الاحتفاء والاحتفال، حتى لا تذكر. ما فيش عالم سني واحد يقف يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. لا يقف واحد عالم سني واحد يقول
هذه العبارة، بل يقولون ويتبين